الجيش الوطني الشعبي وفي قلعة من قلاعه الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال كان الموعد مع تخرج دفعات جديدة ذخرا لسليل جيش التحرير الوطني. هم أفراد الدفعة السادسة من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة الرابعة والأربعين من التكوين الأساسي، والدفعة الواحدة والأربعين من دروس القيادة والأركان، والتي كانت محل تفتيش من قبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. أكاديمية استعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال العميد سيدان علي أكد في كلمة له بالمناسبة على رقي التكوين العلمي والعسكري الذي تلقاه الطلبة طيلة فترة التربص، تكوين يتوج لمسيرة 51 سنة من الاستقلال. إن هذا الحفل الذي يتزامن مع إحياء الذكرى 51 لعيد الاستقلال والشباب واختتام الاحتفالات المخلدة للذكرى 50 لاسترجاع السيادة الوطنية هي مناسبة عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتمجيد لأرواح شهدائنا الأبرار والأعمال البطولية لمجاهدين الأخيار. إنها محطة تاريخية بارزة تزرع في نفوسنا وأذهاننا معاني العزة والانتصار، وتضع نصب أعيننا بطولات وأمجاد الجزائريين الأحرار، فنستلهم منها العبر والقيم السامية ونجدد فيها العهد الذي قطعناه أمام شهداء الأمس واليوم، وننحني فيها بخشوع وإكبار أمام من وهبوا أرواحهم الزكية في سبيل الله والوطن. ها هي اليوم القلعة العسكرية العتيدة تشهد ميلاد لبنة جديدة قوية تتمثل في تخرج الدفعات التي تلقت تكوينا عسكريا وعلميا متخصصا يسمح لها بأن تكون بلا ريب نخبة من رجال الغد قادرة على التحكم بطريقة فعالة في زمام مسؤولياتها المستقبلية بكل ثقة وعقلانية، معتمدة في ذلك على زادها العسكري والعلمي الذي تلقته بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة التي كانت ولا تزال النواة الصلبة التي يتأسس عليها جهاز التكوين والتأطير في قواتنا المسلحة. أكاديمية استعد. متخرجون القسم وبكتابه الكريم أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها. والتزاما منها بالواجب الوطني أدت الدفعات المتخرجة القسم ونصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف. أكاديمية استعرف. أكاديمية استعرف. الرايد عبوري سفيان سلاح هندسة قتال. طالب ضابط الأمن بالحوثة والصمد. بعدها قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بتقليد الرتب
وتسليم الشهادات للطلبة المتفوقين الأوائل. ضابط عامر بن عيسى محمد امين. أكاديمية تسليم واستلام علم الأكاديمية. سير. هذا علم أكاديميتنا، تضعوا أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانة وصولوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. جنب سلاح، خطوة إلى الأمام، سر. عاديات، سر. سيادة الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووفاء لتضحيات الرجال من أبناء الجزائر البررة، تقدم أحد الطلبة ليطلب وباسم الدفعات المتخرجة تسمية الدفعة باسم الرئيس الراحل أحمد بن بلة. باسم المجاهد المرحوم الرئيس أحمد بن بلة. متخرجون، بعد موافقة السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سميت دفعتنا باسم المجاهد المرحوم الرئيس أحمد بن بلة. أكاديمية استريح. المجاهد المرحوم الرئيس أحمد بن بلة من مواليد 25 ديسمبر 1916 بمدينة مغنية ولاية تلمسان. ساهم الفقيد مساهمة كبيرة في الحياة السياسية للبلاد، لا سيما خلال الأزمة التي مرت بها، وترجمت هذه الإسهامات في مساندته لسياسة المصالحة الوطنية التي طبقها فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. لقد كان الفقيد أحمد بن بلة من أبرز زعماء الجزائر المعاصرين، وحكيما من صفوة حكماء إفريقيا المتبصرين. وافته اليمنية يوم 11 أبريل 2012 بالجزائر العاصمة. رحم الله المجاهد الفقيد الرئيس أحمد بن بلة وأسكنه فسيح جنانه. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. جزائر جزائر، الله يرحم. استريح. بعد ذلك فسح المجال للاستعراضات العسكرية والتي كانت غاية في التناسق. والمقدرة على صدق التوقع والحدث والتبصر في مختلف مواقف القتال
الآنية وسرعة التفكير ودقة التقدير للمواقف المتغيرة النزال. ونواصل الآن هذه العروض الشيقة بعرض آخر في القتال المتلاحم نقدمه 3 مربعات وهي تتقدم بالخطوة السريعة في اتجاه المنصة. للداخل طول قدم سلاح حق جنب سلاح حق وضعيات. هذا النوع من الرياضة. وما ميز حفل السنة مشاركة العنصر النسوي في أنماط القتال المتلاحم قتالية محضة بإرادة قوية وتدريب شاق تثقل المقاتل على التعايش مع ضراوة القتال حتى وإن نفذت منه الذخيرة للقضاء على الخصم. إن التدريب على تنفيذ هذه الحركات القتالية ونفس أبية شامخة شموخ الوطن المفتى. الآن يبدأ الانقضاض على الهدف في الجو وفي اللحظة المناسبة والمتقدم على متن الشاحنتين. الآن يبدأ الانقضاض وتدمير العدو بقوة من الأرض والجو هائلة للمنفذين ومهارات قتالية عالية للقضاء على العدو. ومن مداخلها الشمالية تتدفق جموع طلبة الضباط العاملين كالسيل الجارف في أمواج عاتية متتالية ليرسموا صورة حية لتدريبهم الراقي. تتقدمها النجمة الخماسية رمز الإسلام وتتوسطها شعلة الفداء والتضحية محاطة برايات مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي حامي حمى الأمة والصوت الراتق من ترابها. وطني وطني غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني وأنا الحامي لك في المحن ولنعش حرا طول الزمن. ورثنا للعرب سعدة يبقى وما تبقى الأرض ولا الجبال ومنا لم يزل في كل عصر رجال للرجال هم الرجال. إلى الخارج.
العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال القوات البحرية المتفق عليها. وهنا نشاهد على الشاشة مواصلة مغاوير البحرية لتنفيذ المهمة الأولى. أي عنصر معادي. هذه الظاهرة. الاستعراضات العسكرية ميزها أيضا تمرين في عرض البحر يبرز قدرات عالية لأفراد القوات البحرية في تجسيد عملية لتحرير الرهائن وتوفر عامل المفاجأة مع الاحتفاظ بمبدأ المبادئة، ولن يتأتى ذلك إلا بالتكوين الجيد والتدريب الجاد والمتواصل. هنا يعني أننا استرجعنا السيطرة على السفينة كاملة. واكبت الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة جميع التحولات التي عرفتها البلاد، بل وكانت رأس الحربة في جميع التطورات التي شهدها الجيش الوطني الشعبي. كلهم على قلب رجل واحد يترنمون، إنهم يستعرضون أمام قائدهم وألسنتهم تردد في صمت: نحن طلاب الجزائر، نحن للمجد بنا، نحن آمال الجزائر في الليالي الحالكة، كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها وعمقنا في سماها بعبير المهجة. وقد أصبحت مدرسة للشرف والبطولة والانضباط والسلوكية الوطنية. ومن هنا يمكن القول أن القائد المتخرج بالأكاديمية هو منظومة قيم متجذرة في قوله وعمله، وقيمته ترقى فوق مستوى القياس لتشكل بديهية لا شيء يتقدم على الوطن في القلب والعقل والسلوك. في ختام حفل التخرج قام الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتكريم عائلة الشهيد، وذلك قبل التوقيع على السجل الذهبي للأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، والتي لطالما كرست لشعارها
رمزنا قد خط فيه عانق السيف القلم.